بما ان احنا عملنا فوت على اليوتيوب، لو انتم مش مشتركين على اليوتيوب فانتوا فايتكم فوتات كتير. يعني كل المحتوى اللي بينزل ده انتوا اللي مصوتين عليه وانتوا اللي عايزينه، فاشتركوا في القناة علشان تعرفوا يعني تتابعوا اللي بنزله سواء بوستات او سواء فيديوهات. على العموم احنا نزلنا فوت او بوست على اليوتيوب وسألتكم ايه اكتر بلاي ليست بتحبوها، وكان اكتر خيار واقع على 2 بلاي ليست. كانت اول بلاي ليست وهي ليه تقرأ لكذا، ولكذا ده بيكون اسم كاتب بنقول هو اخد جوائز ايه وايه سيرته، علشان تكون فاهم انت بتقرأ لمين، ويعني تنبسط ان انت بتقرأ لحد كويس لو انت بتقرأ ليه عموما. لو انت بقى مش بتقرأ ليه عموما فاحنا بنشجعك ان انت تقرأ له، علشان يعني يكون عندك خيارات لما تخلص قراية الكتاب اللي معاك تقرأ ليه. تاني بلاي ليست بقى وهي أكاذيب أو مغالطات اتربينا عليها أو عرفناها عموما، واحنا النهاردة هنعمل فيديو الجزء التاني عن الأكاذيب دي، وهي كذبت ان الشغل من البيت أريح وأنجز من الشغل برا البيت. أنا ما شفتش يعني كذبة أوحش من كده في حياتي، وبأمانة ربنا يا جماعة الشغل من البيت اصعب بكتير من الشغل برا البيت، وهفهمكم بالراحة ليه وبالحجة كمان. بكل بساطة كده البيت معناها ان انا برتاح، بشرب حاجة بحبها، باكل حاجة بحبها، مفروضة على السرير، ماسكة الموبايل، بتكلم مع عيلتي، بعمل اي نشاط انساني يعني بيدل على الراحة، بيدل على الانسجام، بيدل على الألفة والانتماء. الشغل عكس كده تماما. الشغل احنا ولا بنلقى فيه راحة ولا انسجام ولا انتماء ولا كل الكلام الجميل ده اصلا جميل. فانا لما بحب يعني اعمل الاتنين مع بعض في مكان واحد بيكون فيه نوع من انواع التشتت ومواجهة الذات، ارادة مش طبيعية، الظروف كلها محوطاني ومضيقة عليا وحاجات غريبة، وافهمكم بالراحة ليه. دلوقتي حتى لما تلقى حد بيقولك على مميزات الشغل في البيت يقولك يا اخي ده انت كفاية ان انت يعني بتشتغل وانت بتشرب كده الحاجة اللي بتحبها، او تلقى مثلا حد يقولك فيش احلى من ان انت تفتح اللاب تخلص الشغل وانت مفروض على السرير مثلا. يعني حاجتين ما ينفعوش يتربطوا مع بعض. يعني وانا مفروض على السرير هما 5 دقايق وهنام، وانا بشرب حاجة بحبها بيكون نفسي احضر حاجة بحبها، مش اشتغل على الموقع او اشتغل على حاجة او اعمل حاجة معينة فيها تأثير ذهني، غير اصلا ان مخنا لو تعرض عليه الراحة والشغل اكيد هيختار الراحة. يعني ده مفيش حد طبيعي ان ما كانش يعني ايه مش هيختار الشغل، مهما حصل مش هيختار الشغل بجد يا جماعه. اصل الراحه والشغل لو اتحطوا الاتنين مع مقارنه واحده الشغل هيطلع خسران وباكتساح. ما بالك بقى الظروف اللي حواليك يعني مش مهيئه اصلا للشغل، شكل البيت مثلا او تصميمه، او مثلا وقتك. يعني تخيل لو في ساعه فراغ في النص انت مش هتشتغل فيها. يعني مثلا لو انت طالب في الجامعه وعندك خلاص 6 ساعات بالليل فما تقدرش تشتغل بالليل برا البيت، خلاص بتشتغل جوه البيت. حرفيا ال6 ساعات دول محصلتهم ساعة وبالعافية. كمان ان في اهالي ما عندهمش فكرة ان في شغل جوه البيت، يعني بجد بجد يعني في اهالي اللي هو انت ماسك الموبايل تعمل بيه ايه؟ اكيد بتلعب. هم عندهم يعني كونسبت كده او فكرة ان الشخص ده طول ما ماسك الموبايل ان هو بيلعب. يعني ما تقنعنيش ما تقنعنيش، هو بجد هو لازم بيلعب، هو كل اللي مدمرك ده الموبايل. يعني مفيش حاجة اسمها بيشتغل، مفيش حاجة اسمها بياخد كورسات، مفيش اي حاجة من الكلام ده. طول ما انت بتشتغل في البيت هتلقى الجرس بيرن، مامتك بتنادي في حاجة لازم تعملها، ازاي سايب المج جنبك كده؟ ده انت يعني ما شفت ثانية رباية والله. ومات ربنا لازم تلقى حاجة في النص يعني تعطل الجو ده، لدرجة ان انا يعني في بداية ما كنت بعمل محتوى يعني كنت بعمل كتب صوتية، فحرفيا علشان اتفادى كل الحاجات دي كنت بصحى الساعة 3 الفجر في عز ما كله بيكون نايم من الساعة 12 مثلا. انا اصحى الساعة 3 علشان اسجل ساعتين 3 قبل ما كله يصحى الساعة 6 او 7. ف يعني كونسبت ان انت اصلا بتحاول يعني تكون معاهم ومش معاهم دي حاجة مرهقة. لان انا مثلا كنت اخلص الساعة 6 بس ما ينفعش تنام وتسيبهم بقى هم اللي صحيوا ومش عارف ايه،
فبتقعد تكمل لغايه ما انت اللي طاقتك بتكون ايه يعني على اخرها. انا عايزه افهمهولك ان الشغل في البيت كان حلم ناس كتير ومتخيلين بقى راحه ومش عارف ايه، بس الشغل في البيت بيكون عباره عن تارجت. يعني انت دلوقتي وراك مهمه يا ابن الناس، هتعملها هتاخد فلوس، مش هتعملها مش هتاخد فلوس. لكن بره البيت انت لو موظف في اي شركه او حكومه او كده، بتروح ساعات محددة أكيد هتشتغل فيهم، لأن أنت لو في الشغل ولا عندك النت ولا عندك مسموح تمسك الموبايل ولا هتكلم أهلك ولا حد هينادي عليك تعمل له حاجة، فبالتالي أنت ما وراكش حاجة غير أن أنت تعمل الشغل اللي عليك. لكن أنت في البيت بتجاهد علشان يعني تخلص اللي عليك. وبجد يا جماعة احنا كشعب عموما، يعني احنا مثلا في مصر بالذات لو تساب لنا اسبوعين قبل المادة بنذاكر المادة قبلها بيوم. هو كده، هو دي معروفة يعني عندنا. فاللي انا عايز افهمه لكم ان ده مش فشل فينا، لان احنا بعد ما بنذاكر الحمد لله قبلها بيوم يعني بننجح وبنجيب درجة وكده. ولكن اللي انا عايز افهمه لكم ان احنا ما عندناش محتوى ان احنا نستغل الاسبوعين او نستغل كل اليوم لصالح حاجة معينة اللي هي الشغل او تطوير الذات اطلاقا. عشان كده لما انا بكلمكم عن التقليل في السوشيال ميديا او التقنين منها، انا بقول لكم كده لاني متأكدة ان انتوا لو هتقعدوا 6 ساعات على السوشيال ميديا هتكون ساعة فيها تطوير ذات وال5 ساعات تانيين ملهمش اي 30 لازمة. يعني قلتهم احسن بكتير. فملخص الموضوع عشان ما تتوهوش مني، الشغل في البيت زيه زي اي شغل وممكن اصعب، لان انت بتحاول تتحمل مشقة الشغل وكمان بتحاول يعني تسيطر على الظروف اللي حواليك وتخليها تخدم لصالحك. لان كمان احنا في البيت في كذا سبب يخلينا ما نعرفش نشتغل بشكل كويس. اول حاجه زي ما قلنا الشخصيه بتفرق جدا لو حازمه او مثلا عندها اراده. ولكن حته ان هي حازمه وعندها اراده والحاجات دي حاسه ان هو يعني برضو مش نافع. بجد يا جماعه الشغل في البيت اصعب بكتير من بره البيت. بره البيت انت مجبر تعمل الحاجه، وبجد لو ما عملتهاش مش هتروح او خلاص يعني لازم تعملها تاني يوم. ولكن انت في البيت يعني بتقابل كمية تشتت. يعني انا شخصيا من الناس اللي بتحب الحلقات جدا، وبحس نفسي وانا بتكلم وبحس نفسي وانا بفكر في المواضيع. ولكن ده مش معناه ان انا مثلا اقدر اسجل كل يوم، مع اني حتى لو فاضية ما اقدرش اسجل. في طاقة نفسية بتروح علشان تجاهد وتقف وتلبس وتحضر الحلقة وتتكلم. مش عارفة، بس في حاجة بتمنعك ان انت تعمل الحاجة دي بشكل منتظم بدون اي تقطع، بدون اي تكاسل. طول ما الحاجة اتحطت في ارادتك انت بس، فارادتك زي يعني طالعة ونازلة متذبذبة، فصعب جدا ان انت يعني تعرف تظبطها في وقت واحد وفي مكان محدد. محتاجة انضباط قوي. ده بالنسبة للشخصية. بالنسبة كمان ان البيت مكان للراحة، فانا لو حاولت اخلق مكان ليه للعمل زي ما انا قلت لكم في فيديو قبل كده بيئة العمل، ممكن احطه لكم في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت، فبالتالي انت بتكون برضو مشتت لان انت قاعد في مكان غير مغلق، ممكن اي حد يناديك، فبالتالي ده ما بقاش بيئة عمل، ده بقى اي كلام وخلاص. وزي ما قلت لكم كمان تالت عيب في الشغل بتاع البيت ده ان هو بيكون زي التارجت. يعني ايه تارجت؟ يعني ان انت بتشتغل لمجرد مهمة معينة. المهمة دي بقى عملتها انت في ساعة وانت شاطر كويس، في واحد تاني يعملها في 10 ساعات وهو وسط، في واحد تاني يعملها في 10 ايام وهو بينهج. ودي حاجة زي الفروق الفردية كده يعني ما نقدرش نتدخل فيها. ولكن اللي بيتدخل فيها الربح. بمعنى صح ان انت بتكون بتاع ال10 ايام ده مش ملاحق ياخد فلوس، وبتاع الساعة ده غني ومليونير او بيقبض كويس. ليه؟ لان هو بيعرف ينجز المهام بسرعة. فانت لازم تعرف شخصيتك انهي واحد فيهم، وكمان بتعرف تشتغل الشغل ده ولا لا، علشان تعرف انت يعني هتعرف تتوفق في الشغل ده ولا لا، عشان ما يبقاش مجهود على الفاضي ولا لا. يعني انا مثلا من الناس اللي كنت بعمل كروشيه وما زلت الحمد لله بعمل مشغوليات كروشيه. ففي ناس اعرفها ممكن تخلص الشنطه في يوم مثلا او في يومين. حد تاني ومنهم انا ممكن نقعد على الشنطه دي 10 ايام و20 يوم، ويعني حاجه متعبه جدا. فهل انت قابل ان انت تشتغل 10 ايام عشان مثلا تحصل على مكسب 100 جنيه في شنطه؟ ما اعتقدش. يعني خلينا صراحة، خلينا مع بعض كده نتكلم بهداوة، وما اعتقدش. ليه؟ لان ده مش مبلغ يعيش قطة.
ده مبلغ ما يعيش قطة حتى، مش بني ادم. فعلشان كده انا بفهمكم خطورة الشغل من البيت. طبعا مش بقولكم ان الشغل من البيت ده حاجة سيئة، لان زي ما انتم شايفين انا بسجل في البيت، ولكن اللي انا بفهمكم ان هو حاجة صعبة. ما تتخيلش ان اللي بيشتغل في البيت ده يعني بيعمل الموضوع ده بصبع ايده الصغير والموضوع سهل موت، وهو فعلا بيكلمك هو بيشرب الحاجة اللي بيحبها. بجد يا جماعة، يعني قبل النقطة دي بيكون في نقطة بداية صعبة قوي. يعني وانت رايح الشغل كده بتكون مضطر تروح عشان في امضاء، في انصراف. لو ما رحتش الامضاء او على ميعاد الامضاء مش هيتحسب اليوم. لكن ما فيش الكلام ده في البيت، فبالتالي في نقطة اعلى او سلمة اعلى من نقطة البداية. يعني في حاجة كده زي حجرة انت مش عارف يعني تتخطاها. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم، وقولوا لي رايكم فيها، وقولوا لي لو في مواضيع عايزين نتكلم عنها برضو، او في كتب عايزين نقراها ونلخصها. لو انتوا اول مره تشوفوني فانا مونيكا حسام، ودي قناتي اقرا مع مونيكا. بنحب نتكلم فيها عن الكتب والقرايه وتلخيصات الكتب عموما، وكمان السير الذاتيه ومواضيع تهمنا زي الموضوع ده. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده وملخص كتاب جديد وسيره ذاتيه جديده وموضوع يهمنا جديد. لو انتوا اول مره تشوفوني على اليوتيوب فاعملوا لايك للفيديو واشتركوا للقناه، علشان دي حاجه هتساعدنا ان احنا نكمل وننتشر اكتر. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.